احيانا بنتخانق، بنتفق، بنتشد، لكن عمرك تخيلت ان اتنين مختلفين يبقوا اعمدة الكنيسة؟ ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ انا البوش وده برنامج الحول. الكنيسة بتحتفل يوم 12 يوليو 5 ابيب بعيد اتنين من اعمدة الكنيسة، اتنين حياتهم كانت مليانة ضعف لكن ربنا حولها لحياة مقدسة وخدمة جبارة. القديسين اللي بنتكلم عليهم هم بطرس وبولس. تعالوا نبدأ ببطرس. بطرس كان اسمه سمعان بن يونا وكان صياد بسيط من بيت صيدا. كان ليه اخ اسمه اندراوس. بطرس كان اول واحد يقول للمسيح انت هو المسيح ابن الله الحي. ربنا اختاره عشان يكون بدل ما يكون صياد للسمك يكون صياد للناس، وقال له انت سمعان بمعنى صفا ومعناها الصخرة، يعني انت هتبقى صخرة كنيستنا. برضو يعني للامانة بطرس كان مندفع جدا وكان شديد قوي في كلامه. في مرة من المرات كده كان بيقول للسيد المسيح لو شك فيك كل الناس انا عمري ما اشك فيك، ولو انكرك كل الناس انا عمري ما انكرك. لكن للاسف هو بنفسه انكر المسيح 3 مرات، لكن بعدها طبعا رجع وتاب وبكى على غلطته الكبيرة دي. طبعا كل الأحداث دي وقت ما كان السيد المسيح موجود معاه، لكن لما السيد المسيح اتصلب ومات وقام شفنا نسخة مختلفة خالص من بطرس. شفنا كارث قوي عمل معجزات كتير، حتى ان ظله كان بيشفي المرضى. تخيلوا ان هو بوعظة واحدة قدر يرجع 3000 نفس. طبعا وفي آخر قصته استشهد مصلوب رأسا على عقب، وده في روما، عشان قال ان انا ما استحقش ابقى زي سيدي، عشان كده بدل ما يتصلب عادي اتصلب مقلوب. نيجي بقى لبولس الرسول. بولس في الاول كان اسمه شاول الطرسوس، كان يهودي متدين جدا وكان معلمه هو غملائيل. كان بيضطهد المسيحيين من كل قلبه، وهو اللي وافق على قتل استفانوس اول الشهداء. لكن هو في طريقه لدمشق ظهر له المسيح في نور عظيم وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ رد عليه شاول وقال له من انت يا سيدي؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهده. ومن هنا بدأت قصة تغيير العالم. عد معايا بقى. بولس بقى رسول الامم ده للي ما يعرفش اللي هم اي حد غير اليهوديه. كتب 14 رساله موجودين كلهم في العهد الجديد. كان بيتكلم يوناني، عبري، لاتيني، شخصيه مثقفه جدا. لكن برغم كل اللي هو يعرفه والثقافه اللي عنده دي قال معرفه ربي يسوع المسيح هي اعظم من الكل. طبعا اضطهادات كبيره جدا، اتحبس، اتجلد، اتغرق، اتسجن، لكن عمره ما بطل ان هو يكرم. حتى وهو في السجن كان بيقول افرحوا كل حين، وفي النهايه استشهد بقطع راسه في روما. برضه بطرس وبولس كان في بينهم اختلافات وتحديات. يعني في مره من المرات كده كان في بينهم خلاف بسيط. كانوا في مدينه انطاكيا وبطرس كان قاعد بياكل مع المسيحيين اللي هم من الامم، وفجاه دخل شويه يهود من اللي هم متشددين اللي شايفين ان المسيحي ما ينفعش يقعد مع الامم ولازم يكون ملتزم بتقاليد اليهود. بطرس خاف يزعلهم فبعد عن الامم وما بقاش يقعد معاهم خالص. طبعا بولس شاف ان بطرس بيجامل اليهود على حساب الحق، فوقف له قدام الناس كلها وقال له ازاي انت اللي بتعيش بحريه في المسيح وترجع تمثل ان انت متدين؟ ممكن ترجعوا لها دي في غلاطيا 11:2. ولكن لما جاء بطرس الى انطاكيا قاومته وجها لوجه لانه كان ملوما. طب تفتكروا الخلاف ده كان شر مثلا؟ بالعكس ده خلاف مفيد جدا، لان بولس كان بيدافع عن الحق وبطرس اتواضع واتعلم وما زعلش خالص. حتى في الاخر بطرس قال كده اخونا الحبيب بولس، دي في بطرس الثانيه 15:3. يعني صالحوا عادي وكملوا خدمه. الكنيسه بتحتفل بيهم سوا مش لانهم شبه بعض، بل لانهم اتحدوا في حب الكنيسه والكرازه والتعليم بالانجيل. رساله ليكوا يا اصحابي، خليك زي بطرس، حتى لو وقعت وانكرت المسيح بيرجع لك ويقول لك اتحبني. وزي بولس حتى لو ماضيك كان كله صعب المسيح يقدر يغيرك وتبقى كارث عظيم. كل سنه وانتم طيبين بعيد القديسين العظيمين بطرس وبولس، وصلوا من اجل. سلام.